درقوش مدينة كردية تاريخيا، وذلك نسبة لسكانها الأوائل الذين سموها باسم كردي وهو درقوش. درقوش اسم كردي يعني المهد، أي سرير الأطفال، وسبب التسمية هو وقوعها بين جبلين. حاول البعض جعل الاسم سريانيا، لكن التسمية لا تحتاج لتفسير ولا تأويل، وأي طفل كردي تسأله عن التسمية سيقول لك بأنه سرير الأطفال. درقوش مركز ناحية تتبع إداريا لمحافظة إدلب، منطقة جسر الشغور في سوريا، حيث تقع على الحدود التركية ويفصل بينها وبين تركيا نهر العاصي. عدد سكانها حوالي 30,000 شخص، تسكنها عشيرة شيخان الكردية، ومن عوائل هذه العشيرة آل ديبو، آل سعدو. آل سعدو يعرفون في درقوش بآل قريش، وآل كردو، وآل برو، وآل حسينو، وعدد أفراد هذه العائلات يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 شخص. هذه العائلات فقدت لغتها الكردية، لكنها تقر وتفتخر بأصلها الكردي، كما يتواجد في الناحية عوائل من عشيرة شمر العربية، ويبلغ تعداد أفرادها حوالي 1000 شخص. أما بقية ساكني الناحية فيوصفون بالحضر، ولا توجد معلومات دقيقة عن أصلهم الإثني. يعمل الأهالي بالزراعة وفيها الكثير من أصحاب الشهادات، كما أن السياحة نشطة في الناحية في وقت السلم، وذلك لطبيعتها الجميلة. وصلتني أسامي العائلات الكردية في درقوش من أحد أبناء الناحية، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى على جميع أهلنا في ناحية درقوش أن يتعلموا لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في ناحية درقوش.